جدعان انا اكتشفت شارع محلات الكشري اللي فيه اكتر من الناس اللي بتشتري، اللي هو من كتر محلات الكشري اللي فيه في محل منهم فتح فرعين. يعني انتوا لو تاخدوا بالكم فالعلبه مختلفه ما بين الاثنين، دي تحسها كده على الشكل القديم، انما بقى دي على الشكل الجديد. ماشي. الرز مفلفل. الصلصه الصراحه طعمها ضعيف شويتين، بس تعالوا نجرب ده. ايه ده؟ تصدقوا في فرق؟ ده لازم كتير، ده اللي يكسب. ويلا بينا بقى نبدا المنافسه الحقيقيه ما بين كشري الزعيم وكشري الحرافيش. يعني بصوا فرق العلبه عامل ازاي. ايه المفاجاه دي؟ لا الصراحه العلبه دي كيفتنا اكتر بكتير مع ان الكميه اقل. وكشري الزعيم هو اللي هيتصعد معانا. فنخش بقى على النص نهائي التاني ما بين كشري مكه وكشري الديب. وخلينا نبدا اول حاجه بمكه. كميه الرز الصراحه حاسسها قليله. تعال نخش على الديب. برضه هنا كميه المكرونه كتير قوي بالنسبه للرز، بس تسبيكه الصلصه حاسس ان هي اقوى شويه، ممكن اميل على الديب اكتر. ومبروك عليه ان هو اتصعد للنهائي، وهو ما بين كشري الزعيم والديب. تعال نخش كده على الديب. هنا بقى بان الفرق قوي. علبه الكشري المتكامله اكتر هي بتاعت الزعيم.